أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. إذن تلاميذ السنة الثانية متوسط مع المقطع الأول متمثل في الوسط الحي. خصائص الوسط الحي. سنتعرف اليوم على أنواع الوسط الحي. وضعية تعلم المورد. إذن في الطبيعة لدينا عدة أوساط. من سافر إلى الصحراء يرى أنها تختلف على منطقة الشمال الجزائري، وحتى الشمال فيه عدة أوساط، بحيث أن هناك اختلاف في العناصر الحية والعناصر اللاحية المكونة لكل وسط. هنالك فرق بين العناصر الحيوية التي تدب فيها الحياة والعناصر اللاحيوية الجامدة. إذن فالمشكل يقول: ما هي أنواع الوسط الحي؟ نفترض أنه توجد الغابات والصحاري وحتى الوسط المائي. إذن فلنتعرف على مختلف الأوساط. إذن لدينا أولا الوسط الغابي. هذا الوسط الغابي فيه العناصر الحيوية التي تتمثل في النباتات والحيوانات وحتى الكائنات الحية الدقيقة التي لا نراها بالعين المجردة إنما بالمجهر، متمثلة في البكتيريا والفطريات إلى غير ذلك. والعناصر اللا حيوية ليست بكائنات حية، متمثلة في التربة الدبالية. الدبال يضم المواد العضوية الميتة من النباتات والحيوانات، يعني بعد موتها تتحول إلى دبال وتختلط بعناصر التربة فتصبح تربة دبالية. والتربة على عدة أنواع، فهنا الغابة نجد فيها تربة دبالية باعتبار مثلا تربة غابية فيها أشجار، تلك الأوراق تختلط بمكونات التربة وتشكل تربة دبالية. مثلا الصحراء لا توجد فيها يعني غابات كثيفة فلا نجد هذا الدبال. نجد كذلك الهواء ونجد الماء ونجد الحرارة المعتدلة. بالنسبة للوسط الصحراوي نجد فيه نباتات، كلنا يعرف أن به نباتات شوكية مختلفة مثل الصبار والنخيل، وحيوانات الصحراء الجمال والعقارب والأفاعي، والعناصر اللا حيوية تربة رملية وحتى الضوء القوي وكذلك الحرارة الشديدة. لاحظوا أن العناصر اللا حيوية مختلفة بين الوسط الغابي والوسط الصحراوي. والوسط المائي به نباتات مائية، حيوانات مثل الأسماك، والعناصر اللاحيوية الماء، حتى الضوء يصل إلى الماء، وهنالك حرارة طبعا، وحتى التربة تتواجد في قاع المياه، قاع المستنقعات والبحار إلى غير ذلك. إرساء الموارد. الوسط الحي هو الحيز أو المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية. يتكون الوسط الحي من عناصر حيوية وعناصر حية وعناصر لا حية. العناصر الحية هي الكائنات الحية التي تقوم بوظائف مختلفة: التنفس والتغذية والتكاثر، مثل الإنسان، الحيوان، النبات، والكائنات الدقيقة أو العضويات الدقيقة، قلنا مثل البكتيريا والفطريات مثلا. وتشكل جميع الكائنات الحية التي تعيش في الوسط حيث تعيش في وسط حي معين وحدة حياتية تسمى بالبيوسينوز. بيوسينوز. إذا كيقول البيوسينوز نقصد بها العناصر الحية، الوحدة الحياتية التي تدب فيها الحياة. والعناصر اللاحية التي لا تقوم بالوظائف سالفة الذكر اللي هي العناصر المعدنية، هي الصخور، الماء والهواء، إضافة إلى الضوء، الحرارة، التربة، وكذلك البنايات. شكل مجموع العناصر اللاحية للوسط المدى الحيوي الجغرافي البيوتوب. إذن العناصر اللاحية بيوتوب والعناصر الحية البيوسينوز. ملاحظة: للوسط الحي خصائص مميزة له: حرارة، إضاءة، رطوبة. فالصحراء مثلا حرارتها معتدلة ليست كحرارة مرتفعة ليست كحرارة الغابات المعتدلة. والإضاءة في الصحراء عالية، أما في الغابات فهي قليلة. تتفاعل العناصر الحية فيما بينها وتتفاعل مع العناصر اللا حية.
تقويم المورد، اربط كل مصطلح بما يناسبه من تعريف. كائن حي، وكل كائن يؤدي الوظائف الحيوية اللي قلنا هي التغذية والتكاثر والتنفس. مدى حيوي جغرافي اللي هو البيوتوب، المركبات. المدى الحيوي الجغرافي مركبات اللا حيوية المكونة للوسط الحي اللي قلنا عليها هي الضوء والحرارة مثلا. التربة هي مزيج من المواد المعدنية والمواد العضوية. المواد العضوية قلنا كائنات حية حيوانية ونباتية ميتة، هذه هي المواد العضوية. كائنات دقيقة هي التي لا نراها بالعين المجردة، كائنات حية طبعا. ووحدة حياتية هي مجموع الكائنات الحية. وأخيرا أعزائي التلاميذ، أتمنى أنكم استفدتم من هذه الحصة. مع السلامة في حصة أخرى إن شاء الله.